السلام عليكم. معظمنا عندنا حساب على الفيسبوك. تعالوا نشوف النهارده ازاي نقدر نحمي حسابنا. هنفتح الفيسبوك ب3 شرط يمين فوق، نخش على الاعدادات، نخش على see more in account center، باسورد and security. اول حاجه نعملها في الحمايه هو تفعيل 2 factor authentication، ودي عباره عن ان احنا لما نحب نلوج على الاكونت بتاعنا على الفيسبوك من اي اكونت غريب هيبعت لنا كود SMS على الموبايل بتاعنا، ولازم نكتب الكود ده. فبالطريقة دي لو حد غريب حاول يخش على حسابنا على الفيسبوك، الرسالة بتاعت الكود دي هتجيلنا احنا على موبايلنا، مش هتجيله هو، فمش هيعرف يلوج. نخش نختار الاكونت بتاعنا، تكست مسج CMS، وبعد كده نيكست، نختار الموبايل بتاعنا ونيكست. هو كده هيبعت لنا كود على الموبايل، نحطه هنا وندوس نيكست. دون. كده اي حد هيحاول يلوج على الفيسبوك بتاعنا من جهاز غريب هيبعت الكود ده على الموبايل، فنعرف ساعتها ان في حد بيلوج، وطبعا هو معهوش الكود فمش هيعرف يخش. دي اول حاجه. تاني حاجه التشينج باسورد. نخش على التشينج باسورد، نخش على الاكونت بتاعنا، هيطلب هنا الباسورد اللي موجوده فعلا، وهنا باسورد جديده، ونكتب هنا باسورد جديده تاني. ايه بقى الباسورد اللي احنا ممكن نكتبها عشان تبقى الحمايه بتاعتها كويسه ومش اي حد يقدر يستنتجها؟ الباسورد لازم يكون فيها حروف، يكون فيها حرف كابيتال، يكون فيها ارقام، يكون فيها او دوت او علامة استفهام او علامة تعجب. وطبعا الارقام او الاسامي اللي هنكتبها ما يبقاش اسمنا، يعني الحروف ما تبقاش اسمنا، والارقام ما يبقاش رقم موبايلنا ولا تاريخ ميلاد. لو عملنا كل ده في الباسورد دي كده باسورد قوية هيبقى صعب اختراقها. نرجع تاني. تالت حاجة السيفد لوجين. نخش على الاكونت، هيجيب لنا ايه الاماكن او ايه الاجهزة اللي الاكونت بتاعنا متسيف عليها، ونقدر ندوس عليها نحذفها. نرجع تاني. رابع حاجة where you are logged in. خش على الاكونت، ده هيجيب لنا كل الاماكن اللي احنا لجينا منها، وممكن تلاقي الجهاز اكتر من بره عشان الجهاز ده راح اكتر من مكان. ممكن نشيل منهم اللي احنا عايزينه، او ممكن نعمل سيلكت اول ونعمل لوج اوت، ونبتدي بقى نلوج تاني على الاجهزه اللي احنا بنشتغل بيها. وفي لوجن اليرتس، خش عليها. هنا بيقول لنا لما حد يلوج على اليوزر بتاعنا يبعت لنا مسج ان هو لج على الايميل او على الابلكيشن بتاع الفيسبوك نفسه. نفعل الاثنين. من الحاجات المهمة جدا على فيسبوك ان انت تربطه بايميل وتتأكد ان الايميل ده شغال وتقدر تخش عليه على طول، والباسورد بتاعته معاك انت بس. نرجع باك وكده نقفل هنا وننزل تحت، نخش على بروفايل ديتيلز، ننزل تحت، نخش على كونتاكت انفو، مانج كونتاكت انفو، نلاقي هنا ارقام التليفونات المسجله والايميلات المسجله بتاعتنا، فلو في اي حاجه فيهم غلط نعمل لها ديليت، او لو عايزين نزود حاجه نزودها. وبكده يبقى خلصنا الفيديو النهارده. تابعونا هننزل كل جديد.